طيب، عايز تطلع الرخصة بتاعت دبي بالفرصة الذهبية؟ انا كنت نزلت فيديو قبل كده في اسئلة كتير اتبعتت لي، فقلت هنزل لكم فيديو اشرح لكم الموضوع بالتفصيل وازاي تعملوها. مبدئيا كده، الفرصة الذهبية لسه بادئة في دبي، لسه الايميل مستلمينه النهاردة ب1890. المصاريف دي بتشمل فتح الملف، تشمل امتحان نظري، تشمل الامتحان النهائي. طيب، لو انت عايز تاخد حصص اضافية او سواء نظري او امتحان او حصص سواقة، بتقدر تدفع مبلغ اضافي وتاخد. دي حاجة اختياري ليك، عايز تاخد الحصص اوكي، عايز تمتحن الامتحانات اوكي. دي بتتيحلك مرة واحدة انك تعملها، لو نجحت فيها هتاخد الرخصة، لو ما نجحتش فيها هتبدأ تفتح الملف عادي خالص زي اي مدرسة وتاخد ساعات السواقة حسب الرخصة بتاعتك اللي من بلدك بقالها قد ايه. لو 5 سنين هتاخد 10 ساعات وتبدأ تمتحن من الاول، لو سنتين هتاخد 15 ساعة تدريب وتبدأ تمتحن من الاول، وهكذا. طيب، هل ينفع وانت زيارة؟ لا، لازما اقامة. هل ينفع رخصة منتهية؟ ينفع لو رخصتك منتهية. هل ينفع رخصة خليجية او رخصة اي بلد؟ ينفع رخصة اي بلد تقدر تاخد بيها رخصة الفرصة الذهبية حتى لو عدى عليها يوم. يعني لو الرخصة بتاعتك لسه حديثة، عدى عليها سنة، عدى عليها 5، عدى عليها 10، مادام معاك رخصة تقدر تستفيد بالفرصة الذهبية. اللي انا بقوله ده بقوله عن معهد مواصلات الامارات. ده موجود في الورسان 3 بالقرب من انترناشونال سيتي. الأوراق المطلوبة إيه لما بتروح تفتح الرخصة؟ مطلوب منك الهوية الإماراتية الأصلية، صورة جواز سفر، كشف نظر، فحص نظر. تعمل فحص النظر ده موجود في المعهد بتاع مواصلات الإمارات، بس لازم تروح في رمضان قبل الساعة 2:30، بيكلف 145 درهم. أو بتقدر تعمله من أي مكان فحص نظر برا، بس لازما بتأكد ان اللي انت هتعمله ده هتعمله للرخصة علشان يديك فحص نظر معتمد من الRTA ونقدر نعتمده في السيستم. طيب، لو انت اقامتك حاجة غير دبي، شارقة او ابو ظبي او ايا كان، ممكن لو رحت معاك اي اثبات انك عايش في دبي، سواء عقد ايجار او انك شغال في شركة لها فرع في دبي، ممكن الRTA بتعمل لك استثناء ويقبلوا ان هم يفتحوا لك الملف في دبي. طبعا كل الكلام اللي بقوله ده تقدروا تراجعوه عن طريق انكم تتصلوا بالRTA تتأكدوا من التفاصيل كلها. واعتقد انا كده قلت كل حاجة. ممكن 1890 دول يتضاف عليهم مبلغ صغير 100 درهم او حاجة ضريبة، لان هو المبلغ ده بدون الضريبة مش عارف الضريبة هتكون قد ايه بالظبط. فبتتأكدوا، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.